ملعوبة سريعة عرضية لصالح الهلال داخل منطقة الجزاء، هدف أول في الدقيقة 37. عيسى المحياني جاء بعد تنفيذ ركلة حرة مباشرة كانت لصالح الهلال وتمرت، أو الرمية الجانبية عفوا كانت لصالح الهلال وتمررت للناحية اليسرى، جاءت سريعة وعيسى المحياني هذه المرة من كرة حتى صعبة بين المدافعين، أسهل من كرة أحمد علي والكرة في المرمى، أو أصعب من كرة أحمد علي والكرة في المرمى. هدف أول لصالح الهلال، كرة كانت عرضية من الجناح النشط في الناحية اليسرى، أو الناحية اليسرى النشطة في نادي الهلال، والكرة في المرمى. محمد القرني مع توجيهات أيضا كالديرون، وهدف كرات حتى المحاولات الفردية. وهنا الهدف الهلالي الثاني، جاءت التمريرة الحاسمة من محمد الشلهوب بالطبع، وجاءت الكرة وهدف الثاني لصالح الهلال من عبد العزيز الدوسري. هي دي اللمسات وهي دي الكرات، والهلال ينهي أموره هنا في هذه المباراة بهدف ثاني يأتي في الدقيقة 43 من زمن شوط المباراة الثاني، ويؤكد فوز الهلال بهذا اللقاء، ويؤكد أنه أيضا في طريقه لمعادلة الرقم القياسي لفريق نادي الاتفاق بالفوز ببطولة الدوري من غير أي خسارة. هو هنا كرة وتقديم الكرة على طبق من ذهب من محمد الشلهوب لعبد العزيز الدوسري. عبد العزيز يسجل، وكرة على يسار منصور النجعي. هدف ثاني لصالح الهلال، هدف أول سجل عن طريق عيسى المحياني، هدف ثاني هنا عن طريق عبد العزيز الدوسري. الهلال حتى في طريقه لتحقيق نقاط ويعني تحقيق